أنا اسمي سميرة وعمري دلوقتي 45 سنة، وأنا زوجة وأم. اتجوزت جوزي تقريبا كده من 25 سنة، وطول السنين دي أنا كنت عايشة معاه حياة سعيدة ومستقرة، وهو الحمد لله إنسان محترم، وكان بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يسعدني. وخلال سنين جوازنا ربنا رزقنا بولد وبنت، وأنا جوزي بيشتغل في الأعمال الحرة، والحمد لله من الناحية المادية مش مخلينا عايزين حاجة، أنا والأولاد. وإحنا متجوزين وساكنين في بيت العيلة، حمايا وحماتي موجودين وساكنين في شقة لوحدهم في أول دور، وساكن معانا في بيت العيلة كل واحد من إخوات جوزي بمراته وأولاده، وجوزي كان أكبر واحد في إخواته. أما أخوه الصغير هو لسه متجوز من سنة، وهو بيشتغل مهندس بترول، وعمره 30 سنة، وشغله كله سفر. يعني هو بيسافر في شغله تقريبا 25 يوم في الشهر، وبيرجع آخر 5 أيام في الشهر أجازة. فطبيعة شغله ما كانش يقدر ياخد مراته معاه، فكان لازم اللي يتجوزها يكون بيوثق فيها، ويكون عارف إنه هي إنسانة كويسة وأخلاقها كويسة اللي تصونه في غيابه وحضوره. وتقريبا من سنة هو لقى العروسة اللي كان بيدور عليها، وكان واحد صاحبه هو اللي عرفه عليها وجابها له، وصاحبه شكر فيها وفي أخلاقها لأنه تبقى قريبته من بعيد. وأخو جوزي لقى في العروسة كل المواصفات اللي هو بيدور عليها، وفعلا هو اتجوزها من سنة وجت سكنت معانا في بيت العيلة. وهي كانت شابة صغيرة، وكان عمرها تقريبا 26 سنة، وكانت شيك وبتاخد بالها قوي من نفسها ومن جمالها. وبعد ما أخو جوزي اتجوزها وعدى شهر على جوازهم، هو بدأ يسافر في شغله ويسيبها في البيت لوحدها. وعلى فكرة أنا مش بشتغل، وسلايفي الاتنين مش بيشتغلوا، وبرضه سلفتي الجديدة ما بتشتغلش. وهي طبعا عشان ما كانتش بتشتغل وكان جوزها على طول مسافر، فكان بيبقى عندها وقت فاضي كبير. وبعد ما اتجوزت بشهرين أنا لقيت إنه هي بتخرج كتير قوي، وطول ما جوزها بيكون مسافر هي على طول بتبقى برا. وده كان بدأ يعمل مشاكل ما بينها وما بينه، لأنه كل ما كان بيتصل بيها وهو مسافر كان بيلاقيها إنه هي برا البيت. وبعد كده سلفتي بدأت يبقى في صداقة ما بينها وما بين بنتي، وهي كانت أكبر من بنتي ب5 سنين. وأنا طول عمري كنت مربية ابني وبنتي كويس، وكنت معلماهم الصح والغلط والحلال والحرام. وأخو جوزي بعد كده بقى يقول لسلفتي لما تيجي خارجة ما تخرجيش لوحدك، ولو عايزة تخرجي ابقي خدي بنت أخويا معاكي. لكن أنا لقيت بنتي بدأت تتصاحب قوي على مرات عمها بعد ما سكنت معانا بفترة صغيرة، وبقت بنتي على طول بتطلع لها شقتها وبتقعد معاها وبتكلمها في التليفون. وكمان كانوا بينزلوا ويخرجوا مع بعض كتير. وكل لما كنت بقول لبنتي إنه كده غلط هي ما كانتش بتسمع كلامي، وكانت فرحانة قوي بالخروج مع سلفتي. بس أنا برضو ما كنتش مرتاحة لكده، لأنه سلفتي برضو ست متجوزة وبنتي لسه بنت وطالبة وبتدرس. لكن أنا لاحظت إنه بنتي بطلت تصلي، ولاحظت بقالها شهرين هي على طول قاعدة وحزينة وسرحانة. وكل لما كنت بسألها مالك
انت على طول قاعدة حزينة وسرحانة كده ليه؟ كانت بتقولي مفيش حاجة. وفي يوم الصبح بنتي صحيت وهي مجهدة، وقالت لي إنه هي مش هتقدر تنزل تروح لكليتها. قلتلها خلاص مش مشكلة، ريحي في البيت النهاردة، والمحاضرات اللي تفوتك ابقي خديها من زمايلك. وبعد كده أنا جوزي نزل على شغله وابني راح على مدرسته، بس أنا لقيت حاجات كتير قوي ناقصاني في التلاجة، فرحت أجيبها من السوبر ماركت. وكانت بنتي في البيت لوحدها، ولما رجعت البيت بنتي ما أخدتش بالها، هي كانت بتتكلم في التليفون في أوضتها، وكانت فاكرة إنه هي لوحدها في البيت. وسمعت المكالمة اللي كانت بتدور بينها وبين واحد، وفهمت كده من المكالمة إنه الواحد هي تعرفه وعلى علاقة بيه، وكانت بتعيط وهي بتكلمه وبتسأله هو هيجي يتقدم لها إمتى، وبتقوله إنه هي ما عملتش اللي عملته معاه إلا لما وعدها إنه هو يتقدم لها. وفتحت باب الأوضة ودخلت على بنتي، وهي من كتر الارتباك والحالة اللي كانت فيها قفلت التليفون على طول. سألتها إيه اللي أنا سمعته، وده مين اللي انتي كنتي بتكلميه، وإيه اللي حصل بينك وبينه؟ لا تقوليلي دلوقتي على كل حاجة، وده مين وتعرفيه من إمتى؟ يا إما هكلم أبوكي وأخليه يسيب الشغل ويجي دلوقتي حالا ويشوف شغله معاكي. البنت ساعتها كانت في حالة صعبة قوي، وكانت منهارة وعمالة تعيط، وحكيت لي على كل حاجة، وقالت لي إنه هي من كام شهر اتعرفت على واحد، وهي كانت بتخرج تقابله لما كانت بتخرج مع سلفتي. يعني سلفتي كانت تعرف واحد هي كمان، وكانت بتخرج تقابله، وكانت بتاخد بنتي معاها. لكن سلفتي لما لقت إنه بنتي متضايقة وبتبقى زهقانة وعايزة تقوم تروح، هي خلت الشاب اللي بتقابله بعد كده يبقى يجيب واحد صاحبه معاه، وصاحبه ده اتعرف على بنتي وبقى بيقعد معاها، على بال ما التاني يقعد مع سلفتي على الترابيزة التانية. وفي الأول هما الأربعة كانوا بيتقابلوا في أماكن عامة، لكن بعد كده بقوا بيروحوا شقة ويتقابلوا في الشقة. والشقة دي كان جايبها الشاب اللي كان بيعرف سلفتي، وطبعا الباقي معروف، والعلاقات اتطورت جدا، وحصل كل حاجة لأنهم لما كانوا بيروحوا الشقة بعد كده بقت بنتي وهو بيدخلوا على أوضة، وسلفتي واللي معاها بيدخلوا على الأوضة التانية. وأنا عرفت اللي أنا عرفته تقريبا من أسبوع، واللي عرفته منها إنه هي ما عادتش بنت، وأنا من ساعة ما عرفت كده وأنا مش عارفة أعمل إيه. أنا خايفة أقول لجوزي يجراله حاجة ولا يروح فيها، لأنه جوزي برضه قلبه تعبان شوية، وفكرت إنه أنا أقول لأخو جوزي على اللي مراته بتعمله وعلى اللي وصلت بنتي ليه، لأنها ضيعت بنتي بالشكل ده. لكن برضو أنا خايفة إنه يفقد أعصابه ويعمل في مراته حاجة، ده غير إنه هو ممكن يحكي لأبوه وأمه والباقي إخواته، ونتفضح أنا وبنتي في البيت. وأنا دلوقتي بقى أسبوع وأنا قاعدة في البيت، وحتى مش بوديها الكلية، وأخدت منها تليفونها وطلعت لسلفتي واتخانقت معاها، وهي بكل برود قالت لي انت مش هتقدري تعملي حاجة، عشان لو فضحتيني انت كده بتفضحي بنتك كمان. وانا من يوم ما عرفت اللي حصل مع بنتي وانا مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي، خايفة اقول لجوزي يحصل مشاكل ونتفضح في البيت كله.